الاستغناء عن المنتجات بعد غلاء الاسعار. تعالى ده في بلاوي. انا كنت قاعد في يوم عادي يا جماعه في البيت، فلقيت مراتي بتقول لي ادهم ولادك عايزين ياكلوا فراخ، انزل هات لنا فرختين. قلت لها حاضر. مسكت فيا مين وانا نازل؟ كنده، بابي خدني معاك. قلت لها تعالي يا حبيبتي. خدتها ونزلنا يا جماعه على اقرب محل فراخ. السلام عليكم، عايز فرختين. قال لي كبيره ولا صغيره؟ مش عارف يعني، بس وسط يعني. قال لي حاضر. وزن الفرخه، حضرتك عايز فرختين يعني 400 جنيه. قلت له 400 جنيه؟ 400 جنيه ليه حضرتك يعني؟ ليه 400 جنيه فرختين؟ ليه؟ لا قلت له شكرا كنده حبيبتي، معلش مش هقدر اجيب فراخ، تعالي نروح نجيب حاجه تانية. فقلت لي يا بابي ما تيجي نجيب لحمه. قلت لها يا حبيبتي تعالي نجيب لحمه، تعالي. ورحت هوب رايح على اول جزار جنبي. السلام عليكم، عايز كيلو لحمه. الكيلو ب 300 جنيه. الكيلو ب 300 جنيه؟ كيلو اللحمه ب 300 جنيه؟ ليه ب 300 جنيه؟ ليه ب 300 جنيه حضرتك؟ لا خلاص كنده معلش يا حبيبتي، انا مش هنجيب لحمه النهارده، مش هنجيب. فقلت لي يا بابي طب احنا هنجيب ايه؟ قلت لها تعالي نجيب مثلا لانشون ورومي وبيض وكده ونقضيها يعني. قالت لي يا بابي طب هات بيض وبلو بيف وناكل. قلت لها حاضر يا حبيبتي حاضر. رحنا هوب على اول سوبر ماركت جنبي. هات لي ب 10 جنيه بيض وهات لي علبه بلو بيف. المهم ب 10 جنيه بيض اداني بيضتين يا جماعه، بيضتين. انا بجد مش بهزر، بيضتين. قلت له لا حضرتك انا عايز ب 10 جنيه بيض. قال لي يا باشا البيضه ب 5 جنيه. قلت له البيضه ب 5 جنيه؟ البيضه ب 5 ليه البيضه ب 5 جنيه؟ ليه حضرتك يعني؟ ليه ما مش هتعمل لنا ايه البيضه ب 5 جنيه؟ قلت له لا خلاص مش عايز بيض خلاص. البلو بيف بكام؟ قال لي ب 70 جنيه. قلت له ليه ب 70 جنيه؟ ليه علبه بلو بيف صغننه كده ب 70 جنيه؟ طب يا عم هات تونه. قال لي التونه الصغيره ب 40 جنيه. قلت له ليه يا عم؟ ليه حضرتك يعني؟ ليه علبه تونه كده صغيره مفتفته كده؟ لا خلاص معلش يا كنده معلش، مش عارف يا حبيبتي اجيب البيض والحاجات دي بقى، معلش تعالي نجيب حاجه تانية. فقلت لي يا بابي طب تعالى نروح الفرن نجيب بقى مثلا قرصه بعجوه، نجيب مش عارف ايه. فقلت فكره حلوه دي يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي. رحت هوب اول فرن جنبي. السلام عليكم بعد اذنك عايز فطائر كده بالجبنه. قال لي ده الكيلو ب 60 وده الكيلو ب 80 وده الكيلو ب 120 وده الكيلو ب 200 ومش عارف. ايه يا عم في ايه يا عم؟ كيلو ايه الارقام اللي انت بتقولها دي؟ ايه الارقام دي ليه حضرتك؟ قال لي يا فندم كل حاجه بقى الدقيق زاد والزيت زاد واللي مش عارف ايه وكله. قلت له ده انا اللي هيجي لي ازاي ده يا عم؟ حرام عليك يا عم حرام عليك، ما ناكلش يعني ولا ايه؟ فرحت كنده عيني شكلي صعبت عليها. فقلت لي يا بابا خلاص هات فينو وناكل اي جبنه في البيت وخلاص. فقلت له يا عم خلاص هات ب 10 جنيه فين. فلقيته راح مديني 6 رغيفه ب 10 جنيه. ليه يا عم مش الرغيف بجنيه؟ قال لا يا باشا بقى بجنيه ونص. نهار اسود، حتى الفينو يا جماعه الفينو كان بجنيه والله، كنا بنجيبه بربع جنيه بقى بجنيه ونص. اصل انت عارف بقى الدقيق زاد والزيت زاد خلاص يا عم خلاص هات 6 رغيفه خلاص. المهم افتكرت يا جماعه ان انا ما عنديش بن، فهوب عديت على السوبر ماركت اللي تحت البيت. قلت له بعد اذنك هات لي كيس بن ساده، وانا عارف كيس البن بجيبه ب 10 جنيه. فبديله ال 10 جنيه. فلقيته بيقول لي باقي 20 يا باشا. باقي ايه؟ باقي 20 كيس البن ابو 10 جنيه بقى ب 30 جنيه زياده 20 جنيه. ليه حضرتك؟ ليه يعني؟ ده شويه بن والله يعني، الواحد بس يعني بيشرب فنجان ولا فنجانين قهوه كده يعني يروق على نفسه كده يعني. قلت له خلاص يا عم مش عايز يا عم، هطلع يا عم اشرب كوبايه شاي 50 كده تظبط لي دماغي واخلص بقى من الهم ده. هو انا تقريبا كده استغنيت على كل المنتجات ولا لسه في منتجات تانية؟ ما تكتبوا لي يا جماعه اشتري ايه يا جماعه يعني إيه؟ ورمضان داخل بقى وكل سنه وانتم طيبين يعني، قولوا لي كده اشتري ايه واجيب ايه علشان يعني نستغنى عن المنتجات الاساسيه ونجيب المنتجات الفرعيه. قولوا لي يا جماعه نعمل ايه يا جماعه ورمضان دخل علينا، قولوا لي. كل سنه وانتم طيبين، باي باي.